السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة لكل أم عندها طفل. هكلمك النهاردة عن أهمية نوم الطفل بالليل وفي الضلمة. وبما إننا جبنا سيرة النوم يبقى لازم الأول أكلمك عن تنظيم نوم الطفل من أول ما يتولد. وعشان نتكلم عن تنظيم نوم الرضيع يبقى لازم الأول نكسر عادة موروثة خاطئة، وهي النصيحة البايخة اللي بتطلع في وش كل أم حامل قبل ما تولد، وهي جهزي نفسك عشان مش هتنامي ساعتين على بعض، استعدي عشان يومك هيتقلب، هتصحي طول الليل وتنامي طول النهار. وطبعا بناخد كلامهم عمياني ونبدأ بكل سذاجة وبدون تفكير ننفذ. وأول ما ولي العهد يشرف تقوم المامي الجميلة تحضر عدة المعسكر وتنقل الأدوية والغيار والحفاضات للمعسكر، أقصد غرفة المعيشة. طبعا مشكورة وكتر خيرك عشان بابا الغلبان ينام عشان عنده شغل الصبح. تقوم تشغل التلفزيون والنور منور والفون في ايديها واكل وشرب وتهشتك وتدلع وكأنها في النهار، وترجع تقول مسهرني طول الليل ومش بينام. هينام ازاي وهو طالع من بطنك مش عارف ليله من نهاره، وانتي مكملة في تضليلك ليه ومش بتساعديه ان يبدأ يعرف الفرق بينهم. ويرجعوا يقولوا اصل نومه هيظبط بعد سنة. عايزة اقولك ان في ايدك انك تظبطي نوم طفلك من تاني شهر نسبيا وعلى 4 شهور تماما لو استعنتي بالله ومشيتي على شوية النصايح اللي هقولك عليها دلوقتي. مبدئيا كده الرضيع اول لما بيتولد بينام حوالي 18 ساعة في اليوم مقسمين على مدار اليوم، مش بيقوم غير لو جعان او عايز يغير او لو عنده مغص. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هتبدأي تعملي للبيبي روتين ثابت. اول لما يجي ميعاد نومك بالليل فلنقل الساعة 11 مثلا، هتغيري له الحفاضة وهتطفي النور وتشغلي قرآن بصوت خافت جدا وتديله دواء المغص وتقعدي ترضعيه رضعة مشبعة تلت ساعة لو رضاعة طبيعية و30 ملي لو رضاعة صناعية، بيزيدوا مع زيادة السن. وأول لما ينام حطيه جنبك ونامي جنبه، هينام مش أقل من 2 إلى 3 ساعات حسب الطفل إلا لو كان في مغص أو شيء بيألمه. ولازم الروتين ده يتكرر كل يوم بنفس الترتيب لحد ما الطفل يترجم ان ده وقت السكون. كل ما يصحى تغيريله وترضعيه في ضوء خافت جدا بدون ما تلعبيه او تنغيه. هتصحي من 3 إلى 4 مرات، وكل ما الطفل يكبر كل ما المدة اللي هتصحيها هتقل، لانه تدريجيا بيبدأ ساعات نومه في النهار تقل وفي الليل تزيد. واول لما النهار يطلع بتأكليه في ضوء وتلعبيه وتنغيه. ولو صحى افتحي الشبابيك ودخلي الشمس للأوضة عشان يعرف الفرق بين الليل والنهار. شغلي التلفزيون وشغلي القرآن بصوت أعلى من بالليل ومكنسة بالكهرباء وخلاط، وبكده هتكون حضرتك بدأتي تساعديه يظبط ساعته البيولوجية، يعرف يفرق بين وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وده في مصلحتكم انتوا الاتنين. انتي هتاخدي قسط كافي من النوم وهتستريحي وهو هينمو بشكل صحي. ارجع بقى اقولك اهمية نوم الطفل بالليل وفي الظلام. النوم في الضلمة بيساعد الطفل على النمو بشكل صحي، لان الجسم بيفرز اثناء النوم في الظلام هرمون الميلاتونين. الهرمون دوت افرازه بيؤدي للشعور بالنعاس وبيعلي الرغبة في النوم، وبالتالي لو طفلك نام في ضوء هيعطل افراز الهرمون ده، فطفلك هيفضل صاحي لمدة أطول ومش هيعرف ينام بسرعة. عشان كده قلتلك هيقيله جو النوم والضلمة. الخلايا اللي في الجسم كلها بتتجدد أثناء النوم في الظلام. النوم في الظلام بيقوي الذاكرة، وأيضا بيسترخي الجسم كله وأجهزته في الضلمة. بيصحى طفلك بمزاج جيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية رسالتنا النهاردة. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.